انا عايز اتكلم على الحته بتاعت عقوبه كهرباء. حلو. الناس بتحب جدا سيد عبد الحفيظ فبتبلع له الزلط. تمام. سيد عبد الحفيظ يا جماعه اي قرار اخدوه لازم نبقى عارفين ان سيد عبد الحفيظ نفسه قال انا مدرسه كابتن محمد رمضان. ايوه هو اول واحد واتلمذت اتعلمته. وبدات شغل معاه، فبالتالي هم نفس المدرسه. ده التلميذ الاستاذ ما ينفعش نشيل بالتلميذ ونسيب الاستاذ. أيوة. تمام. ده مبدئيا. اللي بيقول لك سيد عبد الحفيظ ما عاقبش العقوبه زي كده وكابتن محمد رمضان مدرسه قديمه. اول واحد ادى مليون جنيه على كهرباء كان مساعد. هو طبق نفس العقوبه، اول واحد عملها. وقفوا شهر بسبب ان هو برضو كان نفس في خلاف مع موسيماني فطلع اعاره فمش عارف ايه. نفس العقوبات عملها، نفس الكلام حصل. تمام. احنا بنتكلم علينا. الحاجه الثانيه بقى الاسوأ في الموضوع بيقول لك ترحيل كهرباء. يا جماعه هو مش كان هو كان في عقد عمل في الامارات، هو كان شغال في الامارات فرجعوه. يا جماعه ده اسمها استبعاد. الاستبعاد ليه؟ استبعده واسيبه قاعد يتفرج في المدرجات؟ لا طبعا انت في معسكر. انت في معسكر. انت لو في مصر هتستبعده من التمرين فهيتمرن بشكل منفرد، هيتمرن لوحده في ميعاد تاني، هيتمرن في الجيم زي ما حصلت مع قفشه وزي ما حصلت مع اكتر من لاعب. لكن استبعاد وانت في معسكر مش مقتنع فكمل. يعني انت حقك تقول اللي انت عايزه وانا حق ان انا مش مقتنع. استبعاد وانت في معسكر انا مش هينفع. خلاص انت احنا بننزل تمرين في نفس المكان، بنعمل كل حاجه في نفس المكان. تمام. وانا لعيب دلوقتي لو حسب الكلام اللي اتقال انا في خلاص انا شديت مع المدرب وشديت مع المدير الرياضي، يبقى انا خلاص انا ما ينفعش ان انا هكمل. تمام. طب انا هخبيك، انا هشيلك فوق يعني سوري انا هقفل عليك الاوضه يعني ما تطلعش مع زمايلك. لا الاجواء مشحونه. طب انا عايز اشيل الكلام ده، عايز الناس تركز في ماتش مهم، يبقى ما اسيبش حد قاعد زعلان. الناس هتيجي تقول له مالك مش عارف ايه. انا عايز اخلي الناس تركز. فبالتالي ده اسمه استبعاد يا جماعه. ما فيهاش، هي العمليه مش ترحيل، والعمليه مش ان الراجل مدرسه قديمه والكلام ده. هو بيحط مبدأ ان انا دلوقتي لازم حصل موقف غلط فانا لازم اعرف اللعيبه ان الموقف ده مش هيعدي، عشان لو عدى الموقف ده هعدي غيره. كهربا غلطان، كهربا مش غلطان. كهربا الموسم اللي فات لو احنا عايزين نغلط كهربا بجد، كهربا الموسم اللي فات في ماتش فاركو مودست بيمشي تاني يوم، وبالتالي انت يا كهربا اللي هتلعب الماتش الجاي، فبيقرر يعمل مشكله فبيستبعد في الوقت اللي هو هيلعب فيه. فلو احنا عايزين نغلط كهربا ونقصوا عليه كان في الوقت ده بجد نقصوا عليه. لا لو كهربا مش غلطان، لو كهربا ايا كان الملابسات هم اللي ادرى بيها، هم اللي شافوها، احنا أيوة. ما شفناهاش. ده اللي انا بقوله ان المعلومات مش مظبوط يعني، بس مفيش معلومات واضحه اقدر اقول بيها. هي في عقوبه شديده انا بالنسبه لي شفتها ان رساله للفريق. جميل. الاهلي ما تلواش دراعه او حد اتصورت حاجه فهو مضطر انه يوقع. الاهلي يطلع العقوبه من غير ما حد يعرف المشكله ايه الصبح الساعه 7 الصبح. طيب يبقى انت ما حدش صورك، فانت لاعب حصل له موقف فانت مضطر تتوقع عقوبه عشان ما حدش لا انت اللي اعلنت على العقوبه، فانت بالتالي انت مش مضطر لحاجه زي كده. يبقى حصل غلط يا جماعه، ما ننكرش. ما ننكرش. في المقابل بيقول لك الزمالك بيحاول يقفل على الفرقه يا جماعه اللي حصل من موقف من لعيبه الزمالك لازم يكون في اعتذار عنه من اللعيبه، ولازم يكون في اعتذار عنه من اداره النادي. ما يصحش، احنا ضيوف في المكان ده، وبالتالي لازم يكون في اعتذار فعلا للفرد الامن معاك. او للمدير الامن، اعتقد الشخص المسؤول عن الامن. حصل صلح ده اكيد، ده اللي المفروض يحصل. مش نقول لا احنا هنقفل على الفرقه، لا يا جماعه مش الماتش هو اللي يهمنا. بص هو الغلط لا الصح. ايوه انا معاك. بص انا معاك في الصح والغلط والاخلاقيات والمبادئ اولا ثم غور الماتش. بالظبط. ما نقولش عشان ماتش يبقى نعدي الموضوع والكلام ده. لا ولو في غلط خلاص سيبه هيبان بقى الغلط. لو العقوبه لو احنا شايفين انها مجحفه على كهربا هيبان بعد كده يا جماعه. لو الفرقه فكت، لو الفرقه شافت ان كهربا مظلوم هيبان بعد كده قدامك في الملعب، والله هتعرف من الملعب. بص ما كهربا ان شاء الله نزل الحمد لله خلصت الحكايه، فان شاء الله خلصت واتلمت والدنيا هتبقى ابسط مما يعني نتخيل.